بسم الله وصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بجميع الأخوات المشتركات في قناتي. نتمنى برك تتفاعلوا معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد نقترحه عليكم. إن شاء الله يعجبكم كل محتوى هذه القناة يا رب. هذا هو الأمل تاعي الوحيد. أنا جبت لكم يا أمهات خاصة باش يعني فكرة انك عوض انك تمدي لبنك يشري حلوى ولا سوسات ولا اخدمي له هذا البنيون ميني بنيون في الدار فيه فايده ويعني اقل ضرر من الحلوى تاع برا. ديري تجيبي مول اللي عندك ديري فيها شوكولا بيضاء، ديري 2 طبقات على الاقل ولا 3 على الاكثر، تحطيهم كل مرة تطلي وتحطيه في الثلاجة يجمد وتعاودي نفس الكرة 3 مرات. هنا درت ومن بعد نعمرها بهذا الحشو. هذا فيه كيلة نتاع حلوة الترك وكيلة تاع كاوكاو مرحي مقلي وكيلة تاع قطايف، وكش ما تحبي تزيدي كيلة نتاع بسكوي مرحي زيدي ثاني، ما كان حتى مشكل. وتلمي بالمعجون تاع المشماش ولا معجون تفضليه ولا بالعسل. ومن بعد كي يجمدوا هذوك يعني الطابع هذا كي يجمد الشيكولا اللي فيه عمريه بهذا المكون هذا، ومن بعد تغطيه ذوبيه تكملي بالشوكولا اللي ذايب هذيك، تغطي من فوق ومن بعد تخليه ثاني يجمد 1 2 دقائق ولا وديموليه وتولي تعمريه. انا وليت عمرته سما بعد ما ديموليه تقلبي المول على الوجه تاعو وتعمريه ديكو فروي. انا درت بديكو فروي تاع الفريز بنين مليح هو المفضل عندي. ومن بعد ديري هذيك حبات تاع الفيريرو هذيك تقسميها على 2 وتحطيها في النص، ولا كيما تحبي تزيني تزيني. الحاجه هذه تبقى لك انت الاختيار وحسب الامكانيات ولا اللي عندك انتيا، ما كان حتى اشكال. بصح الشكل تاعو البنه والله يا البنات غير روعه، واحد البنه لا تقاوم. بالكم بلي الشوكولا البيضاء بنينه وحلوه الترك بنينه والقطايف مقرمشين بنان والكاوكاو بنين، يعني النتيجه اللي رايحين تتحصلوا عليها روعه في البنه. وزايد كيما نقولوا مكوناتها صحيه. المهم ما نمدوش لولادنا الحوايج اللي ما مش صحيين، هذا مكان. هاو كيف ديموا ليهم تقلبوهم تنحيوا لهم داك الزائد خلاص باش يعني تكون الشكل تاع الحبه مليح. ومن بعد ديرهم في الكيسات الصغار هذوك اللي يتباعوا ما كاينين يعني الاشكال وانواع، وتعمروه بالديكو جيل ولا في بالاخر كونفيتور ولا عندك المهم حاجه اللي عندك في الدار تعمري بها شوكولا ولا كراميل ولا المهم هذاك الاختيار يبقى تاعك انتي. ودرت انا هذو حبات تاع الفيرو قسمتهم على 2 وعمرتهم ثاني مليح ويشتيهم الاولاد. هكذا من الاحسن يعني نمدو نعاودوا ولادنا ياكلوا الحوايج اللي نخدموهم حنا على الاقل ما فيهمش اضرار قد من الحوايج اللي راهم يتبعوا برا معرضين للغبار معرضين للميكروبات. راكم تعرفوا الجو تاعنا دوك راه ملوث. وان شاء الله تعجبكم الطريقه، ديروها البنات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.